الشرير بتاع السينما اللي محدش يصدق ان قلبه ممكن يرق. محمود المليجي، حد يصدق ان قلبه يرق؟ في مرة من المرات كان محمود المليجي راجع من اسكندرية، وفي نص الطريق الزراعي لمح عربية نقل كبيرة محملة عجول، ولأن السواق كان ماشي بسرعة حصل وهو بياخد ملف ان عجل وقع من العربية. وقتها حاول المليجي انه يسرع بالعربية علشان يلحق السواق ويقوله ان في عجل وقع، وفضل يحاول ويحاول ويحاول لحد ما وقف قدام العربية النقل عشان السواق ينزل منها وهو بيشتم. فالمليجي يتحمل كل الشتايم. بالظبط، محمود المليجي يتحمل كل الشتايم وفي صمت كمان، وقال له في عجل وقع منك على مسافة كيلو من هنا. رجع السواق يبص على العربية ويعد العجول لحد ما اكتشف ان فعلا في عجل ناقص، وبدأ يشتم في العجل وفي اصحابه واللي هياكلوه كمان، واليوم اللي اشتغل فيه سواق. وبعد ما خلص وصلة الشتايم بص للمليجي وقال له اتفضل انت بقى، انا هرجع تاني. فالمليجي حس ان الراجل بالغلظة دي مش هيعامل العجل كويس، وفضل ماشي ورا السواق لحد ما وقفوا عند المكان اللي وقع فيه العجل، متخيل انه كان خايف على العجل. وقتها نزل سواق النقل وبص للمليجي وقال له احنا مش قلنا تهوينا بقى؟ فالمليجي ضحك وقال له يا اخي بلاش تتضايق، انا جاي اساعدك. فسواق النقل شاور على الاتنين اللي بيساعدوه وقال له ما انا معايا اتنين زي الحيطان هم. وبعدها شاور لهم على العجل وقال ارموه في العربية. وهنا بقى اتنفض المليجي وقال له مش تشوفوا حد يعالجه الاول؟ وبعفوية طلع منديل وحطه على المكان اللي العجل بينزف منه. لكن السواق ما عجبوش الوضع طبعا، ومساعدينه هم كمان ما عجبهمش الوضع، فنزلوا تكسير في عربية المليجي وجروا العجل لحد ما طلعوا العربية. فضل المليجي مقطوع ساعة على الطريق لحد ما وقفت له عربية، خدها وطلع على أقرب مكان لقى فيه ميكانيكي عشان يصلح العربية، ورجع معاه لعربيته يصلحها عشان يقدر ينزل بيها القاهرة. وقال المليجي اما رجعت للقاهرة حكيت اللي حصل لأصحابي، فقالوا الحكاية دي من فيلم ايه. الناس ما صدقتش اصلا ان محمود المليجي تدخل قلب الرحمة بالناس عشان تدخل قلب الرحمة بالحيوان، ولكن زي ما سمعت بالظبط كان خايف على العجل وطلع له منديل عشان يمسح له الدم.